اللهم إلا من أمر بصدقة أو معروف ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وخروج الإمام إلى مواديه اي امام ني بو ما سنو تدب خراب وتون تكا ليصلح بين الناس بأصحابه مع اصحابي غري اكا جدون ما ارار غدو صحابو تساتي وجيم بو اماما نو تدبتني حدثنا سيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو عازم بن سالم بن سعد رضي الله عنه انه ناس من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه يسري بينهم فحضرت الصلاه ولم يات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فاذن بلال بالصلاه ولم يات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى ابي بكر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاه فهل لك انت الناس فقال نعم ان شئت فاقام الصلاه فتقدم ابو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الاول فاخذ الناس بالتسفيات أكثر وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمر أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه ثم رجع القهقر وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتسبيح مالي الحمد لله إنما التسبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمع أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك إن أشرت إليك لم تصلي بالناس وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنس رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبيخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إليك أني عبد الله بن أبي الراكد يمشي والله لقد أذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله إليه حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما ولا الربسن فغضب لكل واحد منهما صحابه فكان بينهما ضرب بالجريد واليد والنعال فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الأنصاري عن ابن شهاب أنه ميت بن عبد الرحمن أخبره أن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا باب قول الإمام لأصحابه ذهبوا بنا نسله حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك رسول الله ساني ديفمه فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير سنة دبتني له حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه جارتي سار روانسن دسنغوني كبرا أو غيره بدنته تقاو فجاجماته فيريد فراقها فتقول أمسكي واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا قالت عائشة نجت فلا بأس ومان كوجت قولي قلن باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي هريرة وزيد بن الخالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان أسيرا على هذا فزنا بامرأتي فقالوا لي على ابنك رجمه ففديت ابني منه ب100 من الغنم ووليدة ثم سألت على العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فغض على امرأة هذا فرجما فغدا على أنيس فرجما حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث في أمرنا هذا ما ليس فيه مرد فهو مردود رواه إبراهيم جلخايا عبد الله بن جعفر مخرمي وعبد الواحد بن أبي عوان عن سعد بن أبي إبراهيم باب كيف يكتب هذا ما صالح كيف يكتب ورقان سليق ودنسونا كم كتبمتي هذا ما صالح فلان ابن فلان فلان ابن فلان أكنا جني كتبا
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو كما قبيلة نسبه. سا تكاو شني سا لما تونيوان أبلو سولي رجل جملي أبلو أخاخت اللي تشوكي سباتن تكاو أبلو وبراتي يجول باتن نما تاجيشو. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحديبية كتب علي بن ابي طالب بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي امحه فقال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخله هو واصحابه 3 ايام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح فقال الكراب بما فيه قال كافي وانا سخي سجراتيجي فقال خجو سنينيو أبي ساكي. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعده فابى اهل مكه ان يدعوه يدخل مكه حتى قادهم على ان يقيم بها 3 ايام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم انك رسول الله ما منعناك لكن انت محمد بن عبد الله قال انا رسول الله وانا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي امه رسول الله قال لا والله ولا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قد عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في الكراب وأن لا يخرج منها لأبي آد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخل ومد الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مد الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي فتناول علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابن عمي وخالتها تاتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا باب الصلح مع المشركين فيه في بابا أنا خيست عن ابي سفيان ابي سفيان يجرى وقال اوف بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هندة بينكم نركم سجن اراري توكو بينكم وبين بني الأصفر اسني بور بني الأصفر جد جرسول وفيه بابا أنا خيست ماس سهل بن هنيف حديث سهل بن هنيف يجرى لقد رأيتنا يوم ابي جندل نونين اركج يا ابي جندل الى ان فسن واسماء وفيه حديث اسماء جنان أما اللي بابا أنا خيس دي أسماء جرا والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسور النبي راودي فما جرا وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن النبي ساق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء واحد الرد على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاه من المسلمين لم يرده وعلى أن يدخل من قابل ويقيم بها 3 أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس وناوي فجاء أبو جندل يحجل في قيوده حسبي ساخيست فرده إليهم قال أبو عبد الله قال البخاري لم يذكر مؤمل دب النجي عن سفيان أبا جندل سفيان الثوري راكره أبا جندل كان دب النجي وقال إلا بجلب السلاح مؤمل إلا بجلبان السلاح يجي حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن نعمان حدثنا فليون النافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وهلك راسه بالحديبية وقعدهم على أن يعتمر الأعمى المقبل ولا يعمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب فاعتمر من الأعمى المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما قام بها 3 أمروا أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عن بشر بن يسار عن سالم بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ سلم باب السلي في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني حميد ان انس حدثهم ان الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الارش وطلبوا العفو قما برباد قما سني خدنا جنين وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص فقال انس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره زاد الفزاري. عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما
ابن هذا سيد ولعل الله يسري به بين فئتين عظيمتين وقوله عز وجل فاصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله حسن البصري قول يلت استقبل دوبا أصغر قلجي والله الحسن حسن بن علي معاوية بكتاب معاوية قرى قلجي معاوية اللولو بكتاب برجيدي أمثال الجبال تقاو جيشي كغاراتنا للا فقال عمرو بن عاص أقوسي أمري المي أسمال جيا إني لا أراك تائبا لمعاوية برا هذا معاوية دان أني دوبا جيشي لا تولى غرنقل فمنين أركي حتى تقتل أقرانها حتى تقتل هنغنا ما في التوتي أقرانها هنغ هرياسي في التوتي فقال معاوية أكمتانا أجنجي أقوسي معاوية مالجين وكان والله خير الرجلين وكان معاوية نتيجا والله ربي إنك خد الرجال لمن ميني تيجا يا أمري جي وإن قتل هؤلاء يورمي خيهن أرمها سن كنفته وهؤلاء أرمها سن أماس أرمها خيهن فته من لي يأمر الناس من يتكفل لي بأمور الناس أمرين ماتي بأن ينايف كبا أجنجي من لي بنسائهم ثلاثة تيفو أن ينايف كبجي من لي بديعتهم ilmaan saaniitiifoo eenyuun naaf kabaje فبعث إليه رجلين أما حسن الترقي نملما من قريش راخنته من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عبد الرحمن سمرة وعبد الله المعمري فقال لهما ما ويان ثاني نجي إذا با إلى هذا الرجل زمن متخنا حسن باني دي مادا فعرض عليه الصلاة أرار رفدا ولنتين والتا نجي جاني جين وقولا له دوبي سانجا وطلبا منه إسرى بربادا فأتياه فدخل عليه الرسينا فتكلما وقال له إسانجا فطلبا إليه إسرى بربادا فقال لهما الحسن بن علي حسن بن علي مالجين إنا بن عبد المطلب نتي إلمان عبد المطلب قد أسبنا من هذا المال دوب هري خنر رادوغا أركنه وإن هذه الأمة قد أسبنا من هذا المال هري خنر بالخلافة موتما أركنه وإن هذه الأمة أمنخن قد عاثت دوغا بلت في دمائها في قسي خيسا والفتوني قال دوبا جي أقوسي جاري لمن أرجمهم مال جنين فإنه برماويان يعرض عليك كذا وكذا سلي والقون سينجا جنين ويطلب إليك سرائي سلي بربادا جنين ويسألك سخدتا جنين قال أقوسي حسن بن علي يجي فمن لي بهذا كذا وكذا جتن كان في أنيو نافقب دبينتو نقب كجيسي قوتمتو أنا على في خجاو أنيو جي قال جريني جان نحن لك به نوصف كباب جرين فسألهما شيئا دوبا إسان فما سألهما شيئا واتكن قافا نجينا كيبودا إلا قال نمجي أمالي نحن لك به نوتو سيف كبا يكي مسونيا فسأله أكسم ما وياسولي قريجان فقال الحسن حسن البصري نكجي ولقد سمعت أبا بكرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبي وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يسلي بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله وأن قيبه مبرق قصر قال قصر ربي سوبا حسن بن علي ديغ إسلام أخويا سنغن كميسر لغياو أول تجندو بربين. قال أبو عبد الله قال لي علي عبد الله شينخ يلي عبد الله المدينين كان أنجي إنما ثبت لنا سماع الحسن دقيتنا سنكن وثبت من أبي بكرة بهذا الحديث حديث أنا قبنيتي جب الله